بصوا دي قطايف رمضان، كل سنه وانتم طيبين. انت ممكن تحشيها حلو، ممكن تحشيها حادق، اي حاجه هتعملها في القطايف هيبقى ليها شكل وطعم عن الاهلي مع يستر. بيكسب، المصيبه انه بيكسب، نتائجه ماشيه في نطاق مش وحش، ودي كارثه. انت هتلم حصاد الاداء ده اخر الموسم، في الادوار المهمه، في افريقيا، في نهايه الدوري. انت الكاس كده كده خرجت منه. طب الراجل يعمل ايه؟ ما هو بيكسب. بيعمل ايه؟ ما هو ما بيعملش حاجه. حتى الجون اللي الاهلي جابه النهارده مش جمله ملعوبه، لانها ما اتكررتش لا مره ولا اتنين ولا تلاته ولا 10. انها تترد من ايد الحارس والمهاجم يعمل عليها فولو ويجيبها، دي حاجه حلوه من المهاجم، ما تحسبش للمدرب خالص، تحسب بس لوعي المهاجم والباك بالعمل الكويس اللي خد القرار. يعني وارد 10 حراس يمسكوا الكوره او يشتوها بطريقه غير انها تقع وتيجي جون، والاهلي ما عرفش يكررها كتير. فالاهلي اداؤه ماسخ جدا مع يستر. هو الدفاع العالي اللي الواحد زهق ومل وخلاص، الواحد بيجد. مش هينفع فكره الاداء العالي، والفكره مش في الاداء وفي الهجوم، الفكره بتعمل ايه والكره معاك. انت النهارده شوبير بيطلع الاثنين سيرد باك، فينزل الباك يستلم، فيجي واحد ضاغط عليك من ظهرك فتلعب الطويله. هنقضي حياتنا كلها كده مع يستر؟ هنلم الحصاد ده في الاخر. يا جماعه شوفوا لكم حل، شوفوا اقعدوا مع الراجل يغير تشكيل، يغير طريقه لعب. هو ده كواليتي اللعيبه الموجود. انا ما بقولش ان اللعيبه دي سوبر ستار ولا ميجا ستار، ومش هتعرف تتعاقد مع لعيبه اصلا اعلى من الكواليتي ده. ممكن تجيب لاعب اتنين يبقى عندهم بعض الفروقات الفرديه، بس مش هتجيب ديفيد بيكهام من الدوري المصري. هو ده الكواليتي الموجود في مصر. يعني تجيبه كده ريس على قد المركب. مش لا يعني، ولنفرض يا سيدي ان يستروب ده دماغه احلى من جوارديولا، مش هيمشي مع اللعيبه دي. يا هو ينزل على الارض، يا تجيبوا له لعيبه تطلع له للسما الفكر ده. لكن الاثنين كده مش هينفعوا، واحنا كجمهور هنيجي نحاسب على المشاريب في اخر الموسم، وربنا يسترها في اخر الموسم. هنعمل ايه في افريقيا ولا الدوري؟ حتى لو احنا متصدرين دوري دلوقتي، الله اعلم باللي جاي بقى.